ازيكم اصدقاء، عاملين ايه؟ يا رب دايما بالف خير وبالف صحه. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان المعظم. نعاد عليكم بالف خير. جايبه لكم النهارده طريقه عمل الجلاش بطريقه مختلفه بحشوه البسبوسه. احنا هنعمل البسبوسه بقى، ننزل بسمنه كده على النار، الزبده، وبعد كده ننزل بالسميد عليها، نحط شويه جوز الهند، شويه زبيب واي مكسرات عندنا، ونفضل نقلب نقلب كده لغايه ما نخلي لون الخليط ذهبي معانا. تمام. هنوطي النار ولازم نقلب كويس جدا علشان ما يتحرقش مننا. اول ما يبتدي ياخد معانا لون ذهبي بننزل طبعا زي ما قلت لكم بالحشو، المكسرات نزلنا بالزبيب، وبعد كده وحطينا جوز الهند. هنحط كمان معلقتين 3 عسل نحل الموجود عندكم، عسل بتاع الشربات ممكن تحطه. وبعد كده بنحط مية ورد او ماء زهر، انا حطيت مية الزهر انا بحبها. هنجيب الجلاش، هناخد كل رقتين مع بعض كده. المفروض ادهن زبدة، انا نسيت انا حطيت المكسرات ولفيت، بس هي اول رقتين بس اللي عملتها كده، علشان شوية كده كنت مرتبكة فنسيت، معلش اعذروني. الرقتين التانيين انا حطيت زبدة دهنتها اهو بالفرشة، وبعد كده هحط الخليط المكسرات اللي معانا بالسميد، وهقفله من الجنبين بالشكل ده، ونقفله رول، ونيجي حاطينه على صاج. هناخد بقى كل رقتين مع بعض وبنعملهم بنفس النظام. هنحط المكسرات بالسميد الحشوة، وهنقفلهم من الجناب، وبعد كده هنلفهم رول بالشكل ده، ونيجي حاطينهم على الصاج. اخر حاجة بقى هنعملها ان احنا هنسيح زبدة، ونيجي رشينها على شوية زيت صغيرين، ونيجي رشينها على الوش، ونيجي إيه رشينها كده على الصاج في الاخر، على خليط الجلاش قبل ما ندخله الفرن، وعلى نار عالية بقى، مش هياخد معانا وقت خالص. طبعا كنا محضرين قبلها الشربات بتاعنا. بنجيب ايه بقى العسل بتاعها، بنجيب كوبايتين سكر، كوبايتين مية، عصرة ليمونة، ونيجي عاملين الشربات تقيل وحلو، وزي ما انتوا شايفين طالع زي الفل. اتمنى تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس يوصلكوا كل جديد ليا، واعجاب بالفيديو لو كان اعجبكم، وكل عام وانتم بخير. مع السلامة.